بلي عندنا في المغرب مواهب لا تعد ولا تحصى. خاصكم كذلك تحاولوا ترسلوا منقبين اجل اكتشاف سرد هاد الناس اللي كيكتشفوا افضل المواهب الشابه في سن مبكره في بيئه سليمه وبعيده عن العشوائيه والزبونيه والمحسوبيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع الأصدقاء في هذه الحلقة اللي من خلالها غنتكلم على إهمال وإحباط المواهب المغرب المنسي والعوامل اللي كتخلي الفرق الأوروبية تنجح في تطوير المواهب منذ السن مبكرة، كذلك الحل باش نعتمدوا على نفوسنا في تكوين الشباب. أنا ما جيت باش نتكلم للاعب لامين جمال، لكن وبالرغم أن صفحة هذا اللاعب وبصفة شبه نهائية شديناها خاص يكون درس تتعلم منه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يكون هاد يمين جمال او اللاعب اللي سبقوه حافز كبير باش تزيد تجتهد وتشتغل اكثر في هذا الموضوع. والحل في نظري هو عوض قد ننتظروا وتعتمدوا دائما على الفرق الاوروبيه والمنتخبات العمريه باش توجدنا وتكون لاعبين ذوي الاصول المغربيه واللي صراحه كتسعد في التكوين وفي صقل هاد المواهب وكتعطيهم فرصه اللعب في نواديها. ولكن اللي خاص هاد المسؤولين على القطاع الرياضي بصفة عامة في البلاد، بلي عندنا في المغرب كنقولها دائما كنأكد عليها مواهب لا تعد ولا تحصى، يا مالات كثيرة داخل المغرب، وعندنا شباب موجودة وبكثرة ما شاء الله، والفلوس حتى هي موجودة اليوم، ميزانيات ضخمة تصرف على المنتخبات الوطنية وعلى بعض الرياضات الوطنية. علاش ما نستثمروش في هاد الشباب اللي صراحة معظم هذا الشباب عندهم مواهب كبيرة، وفعود نعتمدوا دائما على اللاعب واجد من أوروبا ونسخروا الوقت كامل ونرسلوا منقبين أو الكشافين باش يبحثوا على لاعبين واجدين في الخارج. من واحد الناحية مزيان، لكن خاصكم كذلك تحاولوا ترسلوا منقبين من أجل اكتشاف سرد هاد الناس اللي كيكتشفوا أفضل المواهب الشابة في سن مبكرة ويكونوهم ويطوروهم وكيزودوهم بالدعم اللازم وفرص النمو والتطور في بيئة سليمة وبعيدة عن العشوائية والزبونية والمحسوبية وبعيدة عن مصاصي الدماء وبعيدة عن الشلهبية والسماسرة. نرسلوا الكشافين لاكتشاف أكاديميات راسخة للشباب باش نبقاو نعتمدوا على ريوسنا سيدي من بعد، وكيفاش عندهم برامج تنمية تركز على التكوين ورعاية المواهب الشابة والمؤطرين في المستوى. ونرسلوا كشافين باش يكتشفوا كيفاش كيوفروا الناس هاد البرامج والمرافق التدريب من الدرجة الأولى وخبرة تدريبية ومسار منظم للاعبين الشباب الواعد للتقدم. نمشيو نفتشوا أو نقلبوا كيفاش هاد الناس كتمتع بشبكة استكشاف قوية تسمح لها بتحديد وتوظيف اللاعبين الشباب الموهوبين في الأسواق المحلية والدولية. عندنا صراحة كثير من المواهب لكن ما كتحظاش بالاهتمام نهائيا. حنا عكس هاد الأوروبيين كنعرضوا دائما المواهب الحقيقية ديالنا للإهمال والإحباط والتجاهل، لأن المحسوبية والزبونية تنخران الكرة المغربية والرياضة وتنخر جميع القطاعات بالمغرب. ما شاء الله عندنا في بلاد مواهب صراحة ماشي عادية، كتحتاج فقط إلى فرصة للتعبير عن نفسها، فقط إلى فرصة باش تطورها وتسقل الموهبة ديالها. ما نبقاوش نفتشوا دائما على الواجد، ونحاولوا نقيوا المحيطات المنتخب الوطني وبعض الفروق. لازم علينا نخدموا ونأسسوا قاعدة لأنها تعتبر أمر هام لضمان تطور ونجاح الفرق. ما نبقاوش نستناو دائما الناس تخدم في بلاصتنا. حتى لهنا وصلت لنهاية الحلقة. شكرا لكم على تتبعكم، ما تنسوش الاشتراك معي في القناة وبطرح الآراء ديالكم في التعليقات بكل حرية في إطار الاحترام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.